اتصال من المخالفين. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. بارك الله كيف فيك. حالك يا شيخ؟ من أين تتصل؟ أنت بخير يا شيخ. شكرا. الله أنا أتصل بك من المغرب. أهلا ومرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الأيام يا شيخ قمت بجولة في الإنترنت واكتشفت أن الأمور أسوأ بكثير مما كنا نعتقد، أليس كذلك؟ لا أعرف قصدك. سحبتم البساط من تحت أقدام العمرية عن بكرة أبيهم، وبقي الدكتور يوسف القرضاوي وحده المسكين يدافع. ليت شعري لماذا انقلبت الأمور على نحو لم يكن في الحسبان. والأسوأ يا شيخ، الأسوأ لم يأتي بعد، عندما يكتشف الرجل العادي الحقيقة. بلي. وأكثر من ذلك عندما يكتشف أن شيخه أو عالمه هو صفر في كل شيء. ماذا سيكون رد فعل الجماهير عندما تستيقظ؟ نسأل الله السلامة. أما سؤالي يا شيخ، هل تسمح أن أوجهه إلى الإخوان في العراق؟ جزاك الله خيرا. أنا بالخدمة. إذا سؤالك للشيعة فاسألني، وإذا لغير الشيعة فاسألهم. لا، إذا سؤالك للشيعة في العراق فاطرح إلي، فإنهم لا يقدرون أن يجيبوا عليك، فأنا موجود هنا. وأما إذا سؤالك للعمرية فهم عليهم الجواب. تفضل. ما أريد فقط، عندي ملاحظة على البرنامج، لولا أنهم لا يسبوننا فقط، هذا ما أريد، أن لا يكفرون ولا يسبون، لتبقى هذه القناة منبرا للحقيقة ولأهل البيت طاهرة نقية. ليس هم يفعلون ذلك يا شيخ. أحسنت، بارك الله بك. إن شاء الله. هذا الذي أريده. وإذا سمحت لي طرحت عليهم السؤال، وإذا لم تسمح لا بأس. أنا بالخدمة. تفضل. ولكن سؤالي سيكون شيئا محادا يا سيدي، وأخشى أن لا يعجبك هذا السؤال. من الأحسن أن أفضل السكوت. أعانك الله، جزاك الله خيرا. لا أدري، إذا سؤالك على الدين وعلى العقيدة أنا أجيب عليك. لا فقط على السب والشتم، لولا أنهم لا يسبون ويعانون هذه القناة، بدلا من السب والشتم أن يعينوا هذه القناة بدراهمهم وجيوبهم بدلا من السب هذا والشتم. كلام صحيح وكلام تمام. أنا أوافق. هذا الذي أريده. وأعانك الله يا سيدي. أشكرك، بارك الله بك. الله يحفظك وأعانك الله. سلام عليكم. من أين تتصل؟ سلام ورحمة الله، من جدة. أهلا ومرحبا. تفضل. طيب يا شيخ، أنا اتصلت بوحداتك، إن شاء الله الله يهديك على بإذن الله، بس إيش أعطيني فرصة كافية. أنا بالخدمة، فقد تحدث معي بالفصحى. بارك الله بك. نعم أعطيني الوقت الكافي بإذن الله، أن الله يهديك. ولكن ابقى على موضوع واحد يا شيخي، موضوع واحد. تفضل. الموضوع هو طال عمرك الله عز وجل، اليهود النصارى اتهم الله عز وجل. اليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ أقول لك اليهود والنصارى كذبوا على الله. كذبوا على الله. وكفار قريش. صحيح. وكفار قريش كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهموه انه مجنون، واتهموه انه ساحر، واتهموه انه شاعر وكذاب. يفرق بين المرء وزوجه. وانتم الشيعة اتهمتم مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان. بكر وعمر وعثمان الله جعلهم وراء على مين؟ على الصحابة جميعا، وعلى آل البيت، على علي وعلى الحسن وعلى الحسين أمراء، وجعلهم يكون بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتون بكل هذه البساطة وتأتون بتأويلات خاطئة وبشبهات وبأكاذيب. مثلا أعطي مثالا من هذه الشبهات الواضحة الذي أنا كذبنا عليه وافترينا وليست من كتبكم. أعطينا مثال واحد. يلا تفضل. أنا أعطيك مثال واحد. أنا أعطيك مثال واحد. عندما تقول عندما جادل عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. نعم. ما قلتم عن عمر، كفرتوه وجعلتوه منافقا وكافرا. طيب عندما جادل إبراهيم عليه السلام في قوم لوط الذين الفساق، جادل عنهم إبراهيم، ماذا قال عنه؟ قال إن إبراهيم لحليم حليم أواه منيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا فيه قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والملائكة جادلوا، قال ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فماذا قال الله عنهم؟ هل كفرهم بما كفرتهم؟ بلى. أما ما جاء عن عمر بن الخطاب في قضية الحديبية،
لم انتهي، لا تقطع على الخط للعادة. لا تقطع الخط. لا لا لم أقطع عليك، أنك على الخط، ولكن عندما أعطيني تقطع- المجال، أعطيني المجال لكي أجيبك. طيب ثم اعطيني مجال انت مرة اخرى، لا تقطع على أنا الخط. أعطيك المجال، أعطيك المجال، بارك الله بك. طيب أما ما عندما جادل الملائكة، عندما قال الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الآن دعني أجيب على الحديبية، لأنك قلت إن هذا من أكاذيبنا. إخواني الأعزاء، ما نقول عن عمر في الحديبية، هذا كتاب صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم. إخواني الأعزاء، صحيح مسلم بشرح أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي، الجزء الأول، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430، دار الفكر بيروت لبنان. يقول هذا الفاضل في هذا كتابه صفحة 130: بيان الإيمان والإسلام، إطلاق الإيمان على الأعمال. يقول في هذا الباب: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، فالمسألة إجماعية على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. فهذا شرط في الإسلام، شرط في الإسلام الذي نحكم عليه أنه مسلم، أن ينطق بالشهادتين ويكون اعتقادا جازما خاليا عن الشكوك. فمن يكون عنده الشك في الدين ليس مسلم، ليس مسلم. هذا لا يجمع الإسلام والإيمان واليقين مع الشك. وهذا عمر بن الخطاب يقول في الحديبية: ما شككت منذ أسلمت بل إلا يومئذ فإنه شك في الحديبية. هذا كتاب المصنف لأستاذ البخاري الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني، بل جاء في كثير من مصادركم، ليس فقط هذا. هذا هو الجزء الخامس، طبع في سنة 1332 في المجلس العلمي، بل في هذا شركة في باكستان والهند والأفريقية الجنوبية. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 339، الشيخ فر إني لم أقطع عليه الشيخ، ولكن إنه قطع خطه أو انقطع خطه، ولكن إني لم أقطع عليه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فإنه شك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ ماذا قال النووي؟ قال النووي: لا يجمع الإسلام مع الشك، إن الذي اتفق العلماء. ماذا قال؟ مسألة إجماعي. هذا النووي يا أخي، لاحظ مرة أخرى، النووي الجزء الخامس في شرح على مسلم صفحة 130. لاحظ جيدا: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. فالخلو عن الشك شرط في الإسلام. وإنك تقول إنني افتريت على عمر. ماذا افتريته؟ وهو قول عمر بلسانه، يقول بل عمر بن سحاق في هذا الجزء الخامس من المصنف الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني أستاذ البخاري وشيخ مسلم. فقال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ فهذا سؤاله يبين وجه شكه. أفضل قرينة شكه في ماذا كان؟ شكه في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو صدق قوله، لأنه وعدهم بأنهم يدخلون مكة ويدخلون ويطوفون بالبيت، فيقول: ألست نبي الله حقا؟ بماذا شك؟ هل شك في نبوته؟ هل شك في صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كفر. فأنت أجبني يا شيخ، أنت أجبني، شك عمر كان في ماذا؟ ما هو المشكوك؟ الشك هو في قلب عمر، ولا ما هو المشكوك؟ يشك في نبوة النبي أو في صدق قول النبي. في ماذا يشك؟ في القرآن يشك. ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت:
فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ نعطي الدنية. ما هو الدنية؟ صلح الحديبية هو الدنية. يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدنية. الدنية تعرفون الدنية ما هو رذيل، ما هو ساقط، ما هو فيه رذالة، ما فيه وهو أسفل ساقط. أليس بوجه النبي يقول هذا؟ يصف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدنية. يصف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدنية. أليس هذا استخفاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس هذا إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس هذا إنكار عصمته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وأنا افتريت عليكم هذا قول عمر، وجاء في كثير من المصادر. فقال إني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولست أعصي وهو ناصري. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ فهذا شك صريح. أفلست كنت تحدثنا نأتي البيت ونطوف به؟ هذا اعتراض صريح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذا سؤاله يبين ما هو شكه في ماذا؟ شكه إما في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما في صدق قوله. أنت أعطيني الجواب، وإذا شيء ثالث أنت أعطيني الجواب. شكه في ماذا؟ الشك كفر، سواء كان في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أو في صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم. كفر، خروج عن الدين بالإجماع. وقوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نعطي الدنية في ديننا، هذا كفر لأنه استخفاف وإهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ أنا افتريت ذلك. أنا افتريت ذلك. هذا كتاب شيخ البخاري عبد الرزاق الصنعاني، موثوق عند الجميع من علمائكم. قلت لا، فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ يقول بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نعطي الدنية في ديننا. وهناك يوجد في البخاري إنه خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالغضب وذهب إلى أبي بكر وبلي قال له هذا القول. لا بأس بأن أريكم ذلك، بأنه خرج بالغضب من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو صحيح البخاري. صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي. صحيح البخاري سنة 1422 في دار إحياء التراث العربي. كتاب التفسير. كتاب التفسير باب إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبيننا. قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يطيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر. بل جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فهذا تكلم بهذا الكلام الباطل. ألست كنت تحدثنا نأتي البيت ونطوف به؟ ألست رسول الله؟ ألست نبي الله؟ ألسنا على الحق؟ بل فلما نعطي الدنية في ديننا؟ بعد ذلك يخرج بالغضب من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إهانة الرسول. اذهب عند أي رئيس من الرؤساء، إذا يفعل أحد الناس هذا به هو تصغيره وتحقيره وإهانة به، وإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. هذا شرح صحيح مسلم للنووي الجزء الثامن. شرح مسلم على النووي، صحيح مسلم بشرح أبي زكريا النووي، الجزء الخامس عشر، وهو المجلد الثامن. طبع في سنة 1430 في دار الفكر. بلي.
باب وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن أنصاريا اختصم مع الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول في هذا زيل هذه الرواية: قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته إلى هوى كان كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه. وإنما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن. أنصاري ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن كان ابن عمتك. فقد قال هذا القول. كان هناك مخاصمة بين الزبير وبين رجل من الأنصار، كان من شهد البدر، معركة بدر. فهذا الأنصاري قال لم يقنع بحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبقضائه، قال ماذا؟ أن كان ابن عمتك، إنك حكمت لأن زبير بن عوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، هو ابن عمتك. فتلون وجه نبي الله. فحكم ماذا؟ النووي قال العلماء، ليس فقط نووي، علماؤكم قالوا: لو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم بالأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وآله وسلم إلى هواه كان كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدين. فهذا كلام كفر. وإذا هذا قارن كلام هذا الأنصاري مع كلام عمر في الحديبية: وعدلوا بل وإذا حكمتم بين الناس أن تعدلوا. بل إذا الإنسان بالحكم وبالقضاء هذا الإنصاف، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. يا أخي أنصفني. هذا قارن بين كلام الأنصاري وكلام عمر بن الصحاق. قال العلماء في الأنصاري ماذا قال؟ أن كان ابن عمتك. هذا الكلام لو قاله أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرتدا ويجب قتله. وقارن هذا مع كلام عمر، قال ماذا؟ ألست رسول الله، ألست نبي الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل. وبعد ذلك فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالدنية، وأنتم عرب تعرفون مجاري الكلام أفضل مني. فقبح كلام عمر بالنسبة وبالتقارن مع كلام ذلك الأنصاري واضح جدا. فإذا يحكم بالأنصاري بالكفر والارتداد فلماذا لا يحكم عمر بالكفر والارتداد؟ باؤكم تجر وباء لا تجر. فهذا صريح. وجوه الكفر لعمر بن الصحاق في قضية الحديبية واضح جدا. تقول إني افتريت ذلك، إني افتريت هذا المسائل، هذا جاء في كتبكم، هذا بخاري، هذا مصنف الصنعاني، هذا صحيح مسلم شرحه للنووي، أنا افتريت ذلك. أين إنصافكم؟ هذا دينكم والله العظيم. يا أيها العمرية، يا مشايخنا في المملكة العربية السعودية، في النجد والحجاز، في مكة ومدينة والجدة، يا مشايخنا في الأزهر، والله العظيم إن أكذب مذهب في العالم، أكذب دين في العالم هو دينكم، مذهبكم أيها العمرية. لماذا؟ لأن الدين البوذي إنه لا يثبت كفر كبيرهم البوذا من كتبهم، لا يثبت ذلك. إن الدين مثلا الهنود لا يثبت كفر إمامهم من كتبهم على شريعتهم. ولكن أنتم يا أيها العمرية إن مذهبكم ودينكم واعتقادكم أكذب دين في العالم، لأن كفر وإلحاد وزندقة زعمائكم وأكابركم وأئمتكم ثابت من أوثق كتبكم، من أصح كتبكم بسهولة، واضح، لا يمكنكم الرد عنه. فهذا دينكم أخواني الأعزاء المحترمين، أكذب شيء في العالم، أكذب شيء في العالم. فعليكم بالرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن آباءكم قلدوا آباءهم بسبب الجهل، كانوا يزعمون إنهم يتبعون الإسلام، ولكن اليوم الحجة تمام عليكم. قضية آباء وتقليد الآباء خلاص. وإذا قيل لهم تعالوا ما
إلى ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عليكم بأن تأتوا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا مذهب الشيعة. مذهب الشيعة يثبت اعتقاداته من كتبكم وليست فقط من كتبه، فهذا أولى وأحق وأجدر بأن يتبع من مذهبكم الذي هو رؤساؤكم كفره وفجر وفسقه. هذا واضح جدا. هذا أشياء إني لم أفتريها، هذا أشياء ثابت من كتبكم. الحقيقة مرة جدا لكم يا أيها العمرية، ولكن عليكم بأن تشربوا هذا الجرعة المرة، ولكن إذا شربتموها فإنه يثبت لكم أحلى من العسل. لماذا؟ لأنه نجاة لكم عن خزي في الدنيا وعن خزي في الآخرة وعن عذاب عظيم يوم القيامة. يلا.